أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات شيرين بعد الأربعين. النهاردة خرجت مع إحدى صديقاتي العزيزات ورحنا نعمل شوبينج أو نتسوق. وإحنا ماشيين قابلنا صديقة قديمة لينا نعرفها من أيام الدراسة وبقالنا سنين كتير ما شفناهاش. وقفنا سلمنا عليها طبعا وقعدنا نحكي شوية حلوين وعرفنا أخبار بعض، واستغربنا جدا لما لقينا في نفس اللحظة واحنا بنفتح فيسبوك، لما قعدنا في كافيه قريب لقينا ان فيسبوك بعت لنا الصديقة دي في people you may know او اشخاص قد تعرفهم، رغم ان احنا ما كناش لسه سجلنا رقمها ولا دورنا عليها او عملنا سيرش عليها. استغربنا جدا وسألنا ازاي هو عمل كده. يعني الحقيقة هي ظهرت لنا واحنا كمان ظهرنا لها بمجرد ما سلمنا عليها وقعدنا معاها في الكافيه بعد دقايق قليلة قوي. الحقيقة مش ده بس اللي بيحصل، لكن انا لاحظت انا وكل اللي اعرفهم تقريبا اننا بمجرد ما بنتكلم عن حاجة سلعة مثلا بتطلع لنا. يعني مثلا اقول انا عايزة اشتري غسالة جديدة، الاقي على جنب كده في الفيسبوك طالع لي انواع غسالات كتير قوي. اتكلم مع صديقة ليا واقول انا عايزة اغير الكوافير بتاعي، الاقي مراكز تجميل، اعلانات عن مراكز تجميل على فيسبوك طلعالي. اي موضوع بنتكلم فيه بنلاقي فيسبوك مطلعه لنا. مش بس كده، ده كمان لما ببقى متضايقة الاقي طالع لي على فيسبوك بوستات حزينة او منشورات حزينة. لما ببقى مبسوطة الاقي طالع لي حاجات سعيدة وحاجات بتدعو للتفاؤل. الحقيقة الموضوع ده بقاله فترة محيرني أنا ومعظم اللي أعرفهم. هو فيسبوك بيعرف إزاي إن أنا مبسوطة؟ فيسبوك بيعرف إزاي إن أنا عايزة أشتري غسالة أو تلاجة؟ فيسبوك بيعرف إزاي إن أنا قابلت صديقتي دي؟ الحقيقة لما بحثت في الموضوع لقيت إن إحنا اللي بندي المعلومات دي لفيسبوك من غير ما نقصد. فيسبوك بيسمعنا وبيشوفنا وبيعرف احنا فين عن طريق الميكروفون اللي احنا بنسمح من غير ما نقصد لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه يسمعنا. ولما بنحدد المكان بنسمح لفيسبوك انه يعرف احنا فين. فيسبوك لما بيسمعنا عن طريق الميكروفون بتاع الموبايل او الجهاز اللي موجود عليه الابليكيشن بياخد من كلامنا وبيبتدي ينفذ. بيعرف احنا فرحانين فينزل لنا حاجات سعيدة ومتفائلة، يعرف احنا متضايقين فينزل لنا حاجات يعني حزينة، يعرف ان احنا عايزين نشتري حاجة معينة فيبتدي ينزل لنا اعلانات عن الحاجة المعينة دي. للأسف بقينا احنا السلعة اللي فيسبوك بيبيعها. فيسبوك ما بياخدش مننا فلوس، ولكن بيكسب مليارات الجنيهات عن طريقنا. فيسبوك بقى سمعنا وشايفنا وعارف احنا فين وعارف احنا بنتكلم في ايه، وعارف يحلل كويس قوي مين فينا فرحان، مين فينا زعلان، مين فينا عايز يعمل شوبينج، مين فينا عايز يشتري حاجة معينة، مين فينا قابل مين من الناس، مين فينا ليه مزاج انه يسمع اغنية حزينة او سعيدة او يعمل حاجة معينة. بيعمل ده ازاي؟ بيعمل ده عن طريق 200 متتبع لينا على كل شبكة الانترنت. هو زرعهم ازاي؟ طيب عن طريق الايميل بتاعي، عن طريق الايميل اللي انا بدخل بيه وبعمل بيه حسابي على فيسبوك. الايميل ده انا بستخدمه على جوجل،
بستخدمه في اي خدمة من الخدمات اللي بتقدمها مايكروسوفت. وفيسبوك كل الحاجات دي هو بيتتبعها، بالاضافة بقى للكلام اللي انا بقوله وهو بيسمعه وبياخد منه بعض الكلمات وبيحللها، بالاضافة كمان اللي انا سامحاله انه يعرف انا فين ويحدد مكاني، وهو كمان سمعني وانا بكلم صاحبتي وعارف انا قابلت مين وفين وامتى. دي الطريقة اللي فيسبوك بيعرف بيها وبيحدد بيها كل حاجة عننا من غير ما نشعر. طيب هل نقدر نمنع ده؟ الحقيقة مش هنقدر نمنعه كله، لكن على الأقل نقدر نمنع بعضه. ازاي؟ ان انا اغير الايميلات. يعني الايميل اللي انا داخله بيه او عامله بيه حسابي على فيسبوك ما يكونش هو نفسه الايميل اللي انا بعمل بيه شوبينج، ما يكونش هو نفسه الايميل اللي انا بستخدمه في بقية المواقع اللي انا بدخل بيها على الانترنت في المواقع المختلفة. الحاجة التانية، انا اقدر ما اسمحش الفيسبوك انه يسمعني بان انا ما فعلش ده، ان انا اقفل ده، وده موجود في الضوابط او في السيتنجز بتاعة الفيسبوك وبتاعة الاجهزة اللي انا بدخل بيها على الفيسبوك. اقدر كمان ما فعلوش يعرف انا فين، ان انا اقفل اللوكيشن او الموقع اللي انا موجودة فيه، فهو بالتالي مش هيعرف المكان اللي انا موجودة فيه. طبعا هو برضو هيوصل لحاجات كتير عن طريق تقنيات خاصة بيه بتحلل سلوكنا. الحقيقة العلم الحديث ومواقع التواصل الاجتماعي خلت تقريبا ملناش خصوصية. هما مش حاطين عفاريت، هما حاطين تكنولوجيا، ولو قدرنا نمنع بعضها مش هنقدر نمنعها كلنا. الحلقة دي كانت علشان أوضح لحضراتكم إزاي الفيسبوك بيحلل كل حاجة وبيوصل لكل حاجة وبيعرف مين اجتماعي ومين مش اجتماعي، مين مبسوط ومين زعلان، مين عايز يشتري ايه وامتى وفين، وبيطلع له اعلانات او بوستات او منشورات خاصة بالحاجات دي. وكمان كانت علشان نعرف خطورة مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا من غير ما نقصد بنعرفها كل حاجة عن نفسنا. ربنا يا رب ينجينا من مخاطر استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ويا رب نقدر كلنا ناخد منها اللي احنا عايزين ناخده وما نديهاش اللي هي عايزة تاخده مننا. شكرا لكل حضراتكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد 40. وبرضو قبل ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير وتدوسوا على الكلمة اللي مكتوبة تحت الفيديو باللون الأحمر، كلمة سبسكرايب أو اشتراك، علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات شيرين بعد 40، وعشان كمان تقدروا توصلوا لكل الفيديوهات القديمة في أي وقت. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي.